حبايبي الغاليين، أهلا بيكم في فيديو جديد وروتين جديد من روتيناتي أيام الشتوية. الجو فظيع جدا الفترة دي يا بنات، والبرد فظيع قوي قوي، فربنا يا رب يسترها كده علينا. بس الجو بصراحة على قد ما هو تلج قوي، وعلى قد ما هو كده مخلينا مش قادرين نتحرك أو نعمل أي حاجة، بس أجواءه جميلة قوي قوي بصراحة كده. وأنا بصراحة نفسي الجو يمطر عندنا قوي قوي قوي، بصراحة ما مطرش غير مرة كده أو مرتين، حاجة بسيطة قوي. نفسي بقى إن هو يمطر يا بنات، خلاص يعني أنا بجد يعني مشتاقة جدا جدا للمطرة، ومن الناس اللي بتحب المطرة قوي قوي. فبتحسوني كده عاملة زي العيلة الصغيرة شوية، وبحب المطر، بقف في البلكونة والجو بيمطر واحط ايدي والكلام ده. بصراحة بيفكرني بأيام زمان، كانت أيام جميلة قوي قوي، كانت أيام كلها خير وبركة. فبجد أيام زمان دي ما تتعوضش أبدا أبدا. المهم عملنا كوباية القهوة باللبن بتاعتنا كده تدفينا بقى، عشان نبدأ بقى ان احنا نقوم نشوف ورانا ايه. بصراحة كنت عايزة اروق كده غرفة البنات وانضفها واغير الدفايات كمان. بص بصراحة كان حالها لا يسر عدو ولا حبيب. بصراحة الدنيا كانت متبهدلة على الآخر على الآخر. المهم قلت بقى افتح برضو الستارة كده تدخل لي شوية هوا، وهوي برضو الغرفة على ما اخلص خالص يكون الغرفة كده اتهوت وبقت حلوة. وابدأ ان انا ايه خلاص اقفل بقى بعد كده. انتوا عارفين بقى شتا يعني ايه نقفل من التلج والتكتكة. يعني الجو فظيع اوي بصراحة. بس ده برضو ميمنعش ان احنا لازم كده نفتح كده ونهوي الشقة بتاعتنا برضو، عشان انتوا عارفين بقى النفس وكده، ولازم تدخلي هوا جديد، تدخلي شمس كمان لو انت عندك الشمس كده على يعني بتخشي البيت بتاعك كده، فابدأي كده فتحي كده ودخلي الشمس كده تطهر وتعقم معاكي. جميلة قوي قوي بصراحة. المهم بقى وخرجي برضو الفرش بتاعك كده، تلاقي الجو كده فيه شموسة جميلة كده. ابدأي خرجي بقى البطاطين اللي الحيفا الحاجات اللي عندك دي شمسيها برضو تتعقم كده وتتطهر، لان طبعا انتوا عارفين الشتاء كله رطوبة ومفيش بقى خالص ان يعني ما يبقاش الجو زي الحر كده او زي الصيف، لا. فحاولوا كده خرجوا الحاجه بتاعتكم وهووها كده ايه من وقت للتاني في الشمس كده بتتعقم كمان. وعارفين طبعا كمان يعني ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم، نزلات البرد في الشتاء بتبقى كبيره شويه، فعشان ايه ربنا يعني يحفظنا كده ويسترها معانا. خلصت بقى كده، وكان عندي كده كمان عملت شويه محشي بقى يدفوا بقى في البرد اللي احنا فيه ده يا بنات. وانا بصراحه من عشاق المحاشي، بجد بحبها قوي قوي، رغم ان عندي البنات ما بيحبوهاش ومطلعين عيني، بس الحمد لله.